السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كده بدايتنا كده نبتدي نسمي ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي الهادي المختار. بصوا بقى، انا النهارده كان عندي مشوار الصبح. ابني الكبير كان تعبان شويه وكان لازم اروح اوديه المستشفى، فقلت وانا بعدي كده بعد ما اخلص اشوف جبنا ايه، نجيب شويه حاجات كده رفيعه عشان نعمل بيها غدانا ونشوف هنعمل ايه النهارده. خليكم معانا وما تنسوش الاشتراك في القناه وتدوسوا لنا لايك عشان فيديوهاتنا تكبر بيكم، وخليكم معانا. بصوا بقى كده، اول حاجه انا جبت هنا برتقان. لقيت الكيلو ب4 جنيه، جبت 2 كيلو ونص ب10، عشان زي ما قلت لكم كده انا ابني تعبان شويه، قلت اجيبه اعصره له. طبعا علاج كويس اوي للبرد مع العلاج اللي هو هياخده. ده كان اول حاجه انا كده اشتريتها. بعد كده لقيت خيار، كان الكيلو هنا الخيار ب8 جنيه، جبت كيلو. ولقيت هنا بصل اخضر، وطبعا جبت ملوخيه. الملوخيه دي كانت الحزمه ب6 جنيه، يعني الملوخيه دي تعتبر هي كلها كده على بعضها زي نص كيلو، حلو مش وحش. وجبت هنا بقدونس، وجبت شبت، وجبت فجل. كل الحاجات دي برضو تنفع في البيت ونعمل بقى حاجات. ولقيت كمان هنا كنتالوب، الصوت كنتالوب ده 8 جنيه، جبت 2 كيلو برضو. ولقيت هنا بصل، البصل ده لقيته الكيلو ب13 جنيه. بصوا البصلايه حلوه، جبت منه كيلو. بصوا ما شاء الله البصلايه جميله، جبت منه كيلو نمشي حالنا بيها. ولقيت الفلفل الرومي ده، بص انا منقيه يعني احمر على اخضر، يعني ملون كده ببعضه. بصوا عشان هعمل بيه برضو حبه اكله كده. الفلفل ده كان بكام؟ الفلفل ده كان ب15 جنيه. بصوا بقى الضيفه اللي جايه على شقه، طبعا الباميه دي لقيت كيلو منها ب60 جنيه، وانا عندي نفسهم فيها. بصوا الصغننه الحلوه دي، هو لمم يعني معبيلي، هو اللي معبيها. بس بصوا صغيره وحلوه بس دي البلدي مش الحمرا، اللي فيها حمرا ما بتبقاش بلدي، يعني على ما حمرا كده صغيره ما بتبقاش بلدي. بصوا بقى خليكم معانا، هنغسل الباميه ونغسل الملوخيه ونشوف هنعمل وخليكم معانا. بصوا يا جماعه، هنا احنا قطفنا الملوخيه كده وبنغسلها. بصوا افضل اغسلها كده تحت الميه لحد ما تبقى منزله ميه زي الفل، ماشي. وانا هنا ورا برضو غسلت الباميه وقمعتها هنا. ثواني بس هوريها لكم. هتقولوا لي بقى يعني ايه قمعتيها؟ يعني خدت العود بتاعها اللي فوق دوت، مشيت كده معاه بالسكينه لحد ما بقى يعني متشال كده من العود بتاعه اللي كان مزروع فيه، ماشي. طبعا انتوا فاهمين وعارفين انا اقصد انا كنت شطفاها، بس هرجع اشطفها شطفه كمان مطرح ما بصوا ما شاء الله عامله ازاي. صلوا على النبي يا جماعه، زيدوا النبي صلى عليه الصلاه والسلام. برضه افضيها في مصفى
واسيبها تتصفى عشان المية عليها كده ايه مش تخليها تمزق. ايه بامية ني في ني كده بسرعة ماشي. بص راح امسك البصلاية اهي خرطها وهي كده على طول كده على طول على النار. انا لسه ما حطيتش حاجة على البصلة. بس عشان الطريقة دي انا بحب اعملها على طول، خليها بصراحة تحفة تحفة. وبعدين عايزة اقولك على حاجة، انت كل ما تعملي البصل على النار كده مش يبقى البصل طاحن، ما يخليكيش تدمعي ماشي. احط لها حبة سمنة صغيرة، اشوحها فيها كده. وانا بشوحها بقى ايه احط لها حبة فلفل، شوية ملح صغيرة برضو، انا كنت موطيه النار عليها بقى. شوحت البصلة شوية بخليها بس تصفر حاجة بسيطة. اللي هنا دي معايا دي شوربة كنت شايلاها حطيتها تغلي عشان ايه ازود الاكل بشوية شوربة كده يديله طعم. عشان النهارده انا بصراحة مش جايبة ولا فراخ ولا حاجة. انا وطيت النار لقيت الحلة هتتلسع. هي بصوا البصلة دبلت شوية. احط بقى البامية، لسعت معلش. افضل بقى اشوحها كده ايه شويه مع البصله.
انا مجهزه هنا توم هدقه بس. بصوا بقى هنحط لها معلقه التوم دي، تودي الباميه بقى في حته تانية خالص خالص خالص. انتي مسافه ما تحطيها تشمي ريحه يعني، بصي هتجوعك كده. كده بقى ايه، هحط لها القوطه واسيبها تستوي. انا مش هحط القوطه كلها عشان ايه، حاساها هتبقى كتير. بصوا بقى جربوها بالطريقه اللي انا عملتها دي، مش هتاخد منك وقت وفي نفس الوقت برضه مش هتبقى حاميه على المعده، وهتدوقيها برضه هتدعيلي. المهم برضه ايه، تدعوا لنا بصلاح الحال والشفا ان شاء الله. خليكم معانا هنشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى هنا انا ايه بجهز برضو الملوخيه، حطيت لها الشوربه وظبطتها وكل حاجه. بصوا بقى انا لا تكه فيها، بحب احط لها ايه، بحب احط لها وهي على النار كده سنه سمنه بلدي صغيره كده، هتبتدي تقلب اهي. وهحط لها برضو ايه واحدتين توم كده، واقوم ايه طافيه عليه. اشيلها بقى من هنا عشان ايه نشوف هعمل ايه هنا. اقلبها برضو شويه تهدى. بصوا بقى انا هعمل شويه رز، بس هعملهم اللي هم ايه حبه وحبه. احط برضو ايه شويه سمنه صغيرين، فين على الشوربه عشان ايه غليت. نحط ايه سنه زيت صغيره بس عشان ايه السمنه ما تلسعش، في نفس الوقت ايه تخلي الرز يتبل. حبه صغيرين كده.
هقلبهم بقى ايه شويه كده في السمنه لحد ما لونهم يتغير وريحتهم تطلع. خلاص الامتحانات بدأت عندكم ولا لسه؟ متنسوش تحطوا لنا اللايك برضه وتقولوا لنا في الكومنتات ايه رأيكم؟ وتقولوا لنا الامتحانات بدأت عندكم ولا لسه؟ عشان في ناس هتبقى في يوم 1/5 وفي ناس كده بعديها. تبقى افضل بقى ايه اشوح في الرز كده والسمنه ينشف اهو. الباميه هنا بتغلي اهي. انا سايباها كده عشان ايه اتابعها عشان ما تفضلش الصلصه تنزل على البوتاجاز، عشان لغايه ما بحطه بيكتمها يخليها تخر على ايه على البوتاجاز، تفضل تنزل صلصه كده. ابتدى ينشف معايا اهو. الله الله على ريحه الباميه ابتدت تطلع ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ورزها ابتدى يا جماعه الاذان كان بيدن، انا لسه برضو بنقلب فيه وانا هنا غطيت الباميه عشان ايه تستوي. انا خلاص الرز داخل اهو ابتدى يتحمر. طبعا الملوخيه الناحيه التانية غليتها وخلاص وكده، فاضل بس ايه هنعمل لها التومه. بصوا تقيله ازاي ما شاء الله، مش خفيفه ولا ايه. لسه بقى ايه نحمر الرز شويه كمان عشان ياخد لون حلو كده عندنا. على فكره انا حطيت شويه ملح هنا على الرز عشان ايه برضو ايه الملح بيساعد ان هو يتحمر بسرعه. الباميه بقى لسه طالعه جديده، وطبعا البسله ايه الباميه تطلع البسله تمشي، البسله والسبانخ كل ده بقى ايه ان شاء الله على الشتاء الجاي ايه يطلع لنا تاني على الف سلامه كده وخير. والقلقاس كل ده بقى ايه يطلع تاني في الشتاء عشان مش عارفه تتنفس من الدخان.
بصوا ابتدى يصفر اهو خلاص. كده اتحمر اهو. احط عليه بقيه الرز واحط له الميه واسيبه بقى ايه يستوي. هنا انا حطيت الرز ده وقلبته. هزوده بقى الميه بتاعته. تمام بقى كده هغطيه بقى واسيبه ايه يستوي. الدور بقى ايه اعمل ايه ملوخيه. بقى حوالي كده حلوه. انا هاخد الملوخيه بس ايه احطها ايه هنا. بصوا بقى ايه طاستي الصغنونه دي بحب اعمل بها قوي مع الملوخيه. صغننه وكيوته. احط بقى شويه كزبره. ايه رايكم بقى حد عنده بقى ايه واحده صغننه زي دي كده؟ انا جايباها مخصوص عشان الملوخيه وما اعمل فيها ايه طشه الملوخيه بدل ما اجيب واحده كبيره. هي دي صغننه حلوه. برضه يا جماعه ارجع اقول لكم معلش هو النهارده اليوم معدي كده حاجات بسيطه. ما عملتش لحمه ولا فراخ عشان ايه يعني نمشي مره كده ومره كده والدنيا تمشي. بصوا بقى ايه ابتدت تتحمر اهي. طبعا يعني كلكم شاطرين وعارفين بتعملوا اهو. ستات بيوت طبعا ممتازين. بس ده من يعني ايه بنشجع بعضينا. خلاص هي كده اتحمرت. هاخدها بقى ايه احطها على الملوخيه. يلا انا هنا مستعينه بصديق على فكره. عشان نستنى عليها شويه بس بصوا اهو اهو. اقلبها بقى واستنى شويه اما الرز يستوي والباميه تستوي
بعضينا ونشوف الشكل النهائي.